أنا فتاة عمري 18 عام، وعندما كنت في الطريق صادفت رجل عمره ما يقارب 35، وكان ينظر لي بحب وكان يراقبني من بعيد إلى أن رجعت إلى البيت. وفي يوم ممطر خرجت وكان المطر غزير، فكنت في الشارع أمشي بسرعة، فإذا بسيارة تقف أمامي ويريد يساعدني، فركبت في سياره فأوصلني إلى البيت. قلت له شكرا، أنت رجل حنون. فأخذت رقم جواله، وعندما رجع إلى بيته اتصلت عليه وتكمنا، واعترف لي أنه معجب فيني، وأنا قلت إني معجب فيه، وصارت قصة حب، وقررنا الزواج، فتزوجنا وعشت معه 5 أشهر. وبعدها لاحظت صديق لزوجي يأتي معه إلى البيت أكثر الأيام. وفي يوم قبل النوم دخل زوجي إلى غرفتي وقال: صديقي يريد ينام معك. رفضت، وخرج زوجي من الغرفة، وأنا قررت أنام. وبينما أنا نوم على السرير إذا بزوجي يدخل دون علمي وينام معي، وصديقه داخل غرفه خلف الباب، وبدأت مع زوجي لعلقه الحميمة. وقام صديق زوجي وظهر من خلف الباب يلمس جسمي، والآن أصبحت أحب هذا اللشي، واستمرت العلقه. ولكن المفاجئة، قام زوجي وقال: سوف نذهب زياره إلى بيت صديقي الذي يأتي معه للبيت. كنت سعيده بهذه الزيارة، فلما وصلنا إلى بيت صديق زوجي تخرج زوجته فاتنه الجمال تستقبلنا، فدخلنا إلى البيت وجلسنا، فقامت ودعتني إلى الغرفة. فلما دخلت معها إلى الغرفة أثارتني وعملت معها كل شيء، فأصبحت أحبها بجنون. وقمنا بترك أزواجنا وسافرنا إلى منطقه بعيدة، وعشت معها أفضل الأيام. ولكن كانت طوال الليل وهي تعمل معي أشياء حلو، وأصبحنا نخرج إلى السوق، فتعرفنا على بنات جميلات جدا، وأصبحنا نستضيفهن إلى البيت ونرقص ونسهر.